يا هلا وسهلا فيكم، ونروح معاكم حنا إلى موضوع جديد واللي هو دائما نسمع عن كيد النساء، وقد ورد أيضا في قوله تعالى إن كيدهن عظيم. صدق الله العظيم. لكن هل سمعت يوم من الأيام بكيد الرجال؟ وما الفرق بينه وبين كيد النساء؟ طبعا معنا الأخصائي الاجتماعي الأستاذ أحمد ضويان راح يعرفنا أكثر عن هذا الموضوع، وراح نتكلم معاه. في يا هلا وسهلا فيك، صباح الخير عليك. صباح الخير وحياكم الله. ذكر الأستاذ عبد العزيز، السادة أمنة. نورتنا. الله يحييك. طبعا ودنا نعرف يا ترى ايش المقصود بالكيد؟ الكيد يعني هذه الصفة موجودة عند كثير من البشر وعلى حسب المستويات، لكن خلينا ننتقل نتكلم هل فعلا للرجال بشكل كبير الكيد زي ما هو معروف عند السيدات؟ طبعا فقرتنا اليوم فقرة مميزة أكيد بوجودك. جدا زين، حبيتها. وفيها نوع من تصحيح الاعتقادات والمفاهيم السائدة لدى العامة تقريبا، زيادة على تصحيح مفهوم وساق بعض الآيات القرآنية التي وردت فيها الكيد. طبعا نبدأ بتعريف الكيد. بداية من الكيد هو الطرق والأساليب التي تحاك في الخفاء للوصول على المبتغى، لأن الكيد ما حد يدري عنه، صح. خفي. هذا طبعا كتعريفه. وطبعا لديه كيد محمود وكيد مذموم. مثل ما تفضلت العبارة الآن اللي للأسف الشديد أصبح من المسلمات أن أي مثلا نقاش يجي مع مرأة، بين مرأة ومرأة أو رجل ومرأة، على طول تجي العبارة الآية إن كيدكن عظيم، وكأن الرجال ليس لهم كيد. لكن الحقيقة أني أنا الآن أثبت أن الرجال أشد كيدا من النساء. يجي واحد يقول أنت مهول حمد الضويان، الآن في القرآن نقرأ إن كيدكن عظيم، تجي تقول الآن الرجال، نقول نعم بالقرآن، بالآيات في القرآن. وش الآية اللي في وش الآية؟ الآن لو أخذنا مثلا كيد النساء، أولا القائل إن كيدكن عظيم هذا عزيز مصر ورجل كافر. ثانيا أنها قيلت في مناسبة في ذلك الوقت ولا تنطبق على جميع نساء صح. العالم كلها. صحيح. هذه واحدة. ثانيا أن مبدأها أو الهدف منها الحب والغرام والعشق وتلبية الرغبات. هذه بالنسبة للنساء. إذا انتقلنا إلى كيد الرجال، ورد في سورة يوسف قال الله عز وجل عندما قص يوسف على أبيه رأى الرؤيا قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هنا الكيد مؤكد، أن في فيكيد لك كيدا، بينما مكيدة النساء إن كيدكن عظيم صفة، فالصفة لا تختلف تماما عن التأكيد. طبعا هالموضوع بينبسطون فيه طبعا النساء، ويا ويلي انا من الرجال. لا بالعكس، يعني انت قاعد توضح اليوم ان الجميع. اي نعم، هو طبعا لازم تصحيح ان هذا فعلا ورد في القرآن. اولا هذه لما يرد هنا في موضوع كيد النساء، من القائل زي ما قلنا عزيز مصر رجل كافر، بينما هناك القائل هو يعقوب، يعني نبي ابن نبي ابن نبي، هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام، والد نبي يوسف عليه السلام. فاختلف الوضع تماما، وإثبات أن هذا كيد الرجال الهدف من هناك زي ما ذكرنا أنه الحب والعشق والغرام، بينما إخوة يوسف الهدف منه إزهاق الروح، قتل، إشغال قلب هذا الوالد زين على ابنه. فطبعا ما في مقارنة بين ما أنا أكيد لأجل حب أو حصول على مثلا مبتغى يعني مقبول، غير لما يكون إزهاق روح وقتل. ممتاز. طيب أنت ذكرت أن اليوم في كيد حميد وفي كيد خبيث، اللي هو نوعين الكيد. نوعين، نعم. طيب وضح لنا الكيد الحميد، وش الكيد الخبيث؟ الكيد المذموم كل كيد يكون موصل إلى الشر فهذا كيد مذموم. ممتاز. وكل كيد موصل إلى الخير فهو كيد محمود. مثال على الكيد المحمود. على المحمود مثلا إذا أخذنا في نفس السورة، سورة يوسف، قول الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف. الكيد الآن جاء من الله عز وجل، قد يستغرب البعض
قل هل الله يكيد؟ هل الله كائد؟ الله عز وجل بلسانه يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء. يوسف عليه السلام افتعل ضياع الصواع شو اسمه الحبوب أو القمح على أساس أنه يكون في متاع أخيه فيأخذه عنده. هنا الكيد من الله عز وجل ألهم يوسف عليه السلام الطريقة التي يستطيع أن يكون أخاه بجانبه ليطمئن قلب هذا النبي. سبحان الله. هذه بالنسبة ككيد. الآن نعم، الآن الإصلاح بين الناس هذا كيد، هو نوع من الكذب، ضرب من الكذب، لكن كيد. لكن إذا كان هذا الإصلاح الكيد والكذب يصل إلى إصلاح كالإصلاح مثلا، هذا يعتبر محمود. الكذب في 4 مواطن أو 3 صح. كلها جائز. كذب الزوج على زوجته هذا جائز. هذا جائز، يعني عادي يكذب على زوجته، اكذب بس يعني في حدود، يعني شيء عشان السالفه ما يجي المشاكل. مسافر عمل هذا يعني عادي. مسافر عمل وتخت منه ما يخالف. زين. يا لطيف. ممتاز. كيد الله اسمه كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها. ترى رجعنا لك ثانية. يعني ممكن تروح مناسبة تقول أنا راح لأهلي، ما عندك مشكلة، لأن عارفة شخصيته يمكن ينرفز أو يكبر الموضوع ما له داعي. أي نعم، الهدف منه استقرار الحياة الزوجية. صح. ليس أنها لا، عشان قلت لو وجدت شخصية مثل لأن على نياتكم ترزقون. والله النية رايحة وطي. شو اسمها الثالث. لا إن شاء الله النية مطية إن شاء الله. الثالث سلمك الله كذب في الحرب خدعة. صح. زين. والرابع الكذب في الإصلاح بين الناس. يقول ليس الذي يمشي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الذي يمشي بالإصلاح بين الناس بالكذب. هذا من باب الكذب، هذا حقيقة. فلذلك قبل نختم أن الحقيقة أن يقال أن للمرأة من الكيد نصيب كما أن للرجل من الكيد نصيب. صحيح. هذه حتى نكون ناس منصفين. اي زي ما ذكرت في البدايه ان هذه صفه لكل الناس بس على حسب مستويات ونواياهم. وذكرت انت في نوعين صحيح للكيد. إيه نعم. الحميد والغير، المحمود والمذموم. طيب خلينا نروح، ايش فائده من الكيد؟ ايش الفائده منه؟ الفائده اولا زي ما قلت لك، المبتغى حصول الهدف المنشود. يعني انا ما اكيد كيد لاجل مثلا السلطه. مثلا انسان وصل الى مركز اجتماعي، فانا احاول اكيد له واجيب عنه القصص التي قد تكون مختلقه زين لتشويه سمعه هذا الشخص. قد يكون لاجل المال، صفقه وانا استطيع اني انا بطرقي اني احصل عليها زين ويحرم منها اللي هو صاحب الحق. قد تكون مثلا مقاولات، عندما ترسي مقاولة على إنسان وأنا عندي نفس النشاط، فأنا بعلاقاتي وطرقي أستطيع أن أسلم. فهي باختصار الحصول على الحقوق المشروعة للغير. بس مع السعي، يعني مو بس أخطط بدون ما أسعى، مع السعي هنا يصير الكيد. اي طبعا. هي نرجع على ما تفضل انه على النية. إذا أنا نيتي والله أنا هو بيدخل مثلا مناقصة وأنا مناقصة، التنافس الشريف مطلوب، فالتنافس الشريف لا يدخل مع الكيد. ممتاز. يرجعنا على النية. طيب يقول لك دحين الناس يطلعون يقولون والله أستاذ حمد ما في شيء اسمه كيد يا أخي، يمكن أنت قصدك قهر الرجال. فأنا باك تبين لهم إيش الفرق بين الكيد وقهر الرجال. هو يقول لك كيد النساء وقهر الرجال. شوف، الكيد القهر لا يأتي إلا من الكيد. القهر يأتي من الكيد، من الظلم، من الجور، من التعدي مع ضعف الطرف الآخر الحصول على حقوقه. كل ما يضايق الإنسان، كل ما يصيب الإنسان زين في هذه الدنيا فيعتبر قهر. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من القهر، من قهر من الدين وقهر الرجال. من غلبة الدين وقهر الرجال. لكن الكيد طبعا هو يدخل يعتبر من باب الخداع، من باب الاحتيال، من باب الكذب، من باب تزوير الحقائق. أن تجي تعطيني كلام لكن حقيقة يعني على ما يقول سيناريو، لكن اللي يخفي الخفاء يختلف أو يدس السم في العسل على قولتهم. صح. على ما يقول صاحب الكيد رجل ذميم حقير يوصف بالثعلب زين. الله شو اسمه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ
الثعلب. الله يكفينا شر. يا لطيف. طيب استاذ حمد، انا كيف اتصرف مع الشخص اللي فيه هذه الصفات من الكيد بس بطريقه سلبيه غير محموده؟ المشكلة أن هذا الشخص ما يكتشف إلا إذا وقع الفاس في الرأس، لأنها كلها بالخفاء. يعني ممكن يجي معك ويكون معك وياكل يشرب معك، لكن سالك طرق المنافقين والمراوغه. أي طبعا المراوغة هي المراوغة أساسا وتبييت النية، وبعض الناس لا يبالي بإلحاق الضرر بالغير، أهم صح. شيء نفسي النفسي، مضحان وأطلع يقول- على أكتاف الآخر. ويقول الغايه تبرر الوسيله. الوسيلة صح. فلا بد تكون الغاية والوسيلة والغاية تكون محمودة لا مذمومة. طيب اليوم قدر الله وشخص كادلك، ايش تسوي؟ والله أحيانا الواحد يشتري راحته. أنت ممكن لو كادك ممكن تكيد له، وتبدأ على ما يقول تجري وراء الشخص، وتبدأ الآن تحاول بما أوتيت من قوة الحاق الضرر. لكن أفضل شيء هو التجاهل، البعد عن هذا الشخص، عدم إبداء الأسرار للآخرين. زي ما قلت بداية أنه كتمان الشيء يجعل الآخرين لا يعلمون ما عندك، فلذلك ما يحصل كيد. وما يحصل الكيد إلا إذا وصل العلم أن فلان ذو نعمة، صح. فيحاول إما أن يحسدك أو يحصل عليه، وكل ذو نعمة محسود. او يعرف شو خطتك والمستقبليه والى اخره. أي. طب هل هذا الكيد استاذ حمد يزرع من الطفوله طريقه التربيه؟ لا شوف، الكيد أولا سبحان الله جينات أودعها الله في جسم الإنسان، هذه واحدة. ثانيا التفريق مثلا بين الأبناء، التفريق بين الموظفين في مكان العمل، كل هذا يجعل هذا شحن على قلب هذا فيبدأ يكيد. فيه جزئية مهمة قبل نختم الفقرة. الآن احنا قلنا أن الله له كيد وأثبته، زين كذلك كدنا ليوسف، لكن يجب تأدبا مع الله عز وجل ألا نقول أن الله كائد ولا أن الله يكيد، لأن الله لا يكيد إلا بخير. صحيح. والتفسير أن الله يكيد هو تصحيح الحق. يعني الآن الكافرين، الله عز وجل في سورة الطارق يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالكافرين يكيدون بدحض الحق وإظهار الباطل، لكن كيد الله عز وجل إظهار الحق ودحض الباطل. جاء الحق وزهق الباطل، فيجب أن نقول أن الله يكيد بالكافرين. الشيخ ابن عثيمين الله يسكن الجنة يقول لابد أن لا يقال كائد أو يكيد مجردة، لابد أن يكون يكيد بالكافرين تأدبا مع الله عز وجل. وطبعا كيده يختلف عن البشر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كيدي متين المشركين. نعم. لما كان يعني يهملهم. يا سلام، هذا فعلا صريحة جدا. ليش؟ لأن كل الآيات اللي في القرآن تتجه إلى كيد الله عز وجل للكافرين للمنافقين، ما عدا قصة يوسف عليه السلام أعطى إلهام للطرق يعني اللي يستطيع أن يحصل مقدار. طيب خلينا نرجع شوي للنساء اليوم، ونشوف أنهم شوي مظلومين من ناحية أن كيدهن لعظيم، وموجهين عليهم الاتهام أنهم اللي يكيدونهم. وان كيدهم اقوى من الشيطان. دعنا نسمع السوالف حتى نبغى نبين لهم ان لا يا جماعه ترى الموضوع هدوا شوي عليهم. إيه؟ لا شوف رفقا بالقول. اي نعم. شوف اول شيء ان المراه ليش كيدها يعني اقل من الرجل؟ لانها اساسا هي زين تتعامل بالعواطف، فاللي يتعامل بالعواطف لا يصدر من اي طرق اجراميه، بينما الذكور الرجال لا يتعاملون بالشراسة. ولذلك ناظر العالم كله على مستوى الدول، على مستوى الأسر، على مستوى من المشاكل تجي من كلها من الرجال. كل الحوادث اللي تجي في الدنيا الآن تجدها كلها على مستوى الرجال، قليل النساء. للعاطفة، المرأة تتجه بحكم عاطفتها إلى العفو، إلى المسامحة واللطف. ايوه اللطافه. استانست استاذ امنه. أيوة. زين ودعت علينا الاستاذ عبد العزيز، يعني بعد الحلقه الله يعيننا عليه. الظاهر شكله بيشغلها انا وياه بنشتغل بالعقل. فعلا ان شاء الله. اسال الله يعني ان يبعد عننا هذا اللهم الكيد ان شاء الله وياكم. طيب انا نفسي بس اوجه رساله او يعني خلطه كذا علاجيه لكل شخص عنده هذا الشيء،
ووده يتخلص منه، فكيف نساعده؟ شوف، أولا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وتلاوة واستشعار الآيات التي تدعو إلى سلامة القلب. صحيح. وإلى البعد عن الإجراميات والبعد عن الضرر للناس. الشيء الثاني أنه يحط نفسه مكان هذا الشخص، يعيش. يعني الآن حط أنت مكانك، وأنت رايح للشخص تكيده، فكر فيها. هل هذا فعلا أنت ترضى؟ زين، إذا كنت ترضى هالشيء يكون لك زين، فأنت سوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنقول استشعر الآيات التي تبعدك عن الحقد على الآخرين، وأن ترضى بما قسم الله لك، وأن الكيد مآله بلا شك وخيم في الدنيا والآخرة. لأنه ما في فائدة، أنت ما في فائدة، قاعد تعب نفسك نفسيا. طبعا، لأن أساسا يناظر، يعني ينظر إلى هذا وهذا وهذه وتلك لغرض حصول أنت لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثانيا أنه أنا وأنت وغيري نتحصن الصباح بالأذكار، بآية الكرسي، بالمعوذات، حتى يخلصنا الله من الكائدين والحاسدين. وتكون المنافسة يعني شريفة، بدال ما يكون متعب نفسه وبيخرب غيره على أشياء كثيرة وخطط عشان بس يعني هو يحصل اللي يبيه، ويمكن صدق يمكن يأذيه ويأتي طبعا بشكل مرة كبير على حسب الموقف بعد. وفعلا في ناس اكتشف أن فلان كان سبب في الكيد، وصل إلى حد القتل. يا الله. ترى هي ردة فعل، خلاص الرجل أحيانا ردة الفعل أصبحت قوية، ما لا يفكر في العواقب. وصلت إلى قطيعة رحم، وصلت إلى هجر للأصحاب، لأن فعلا هو أساسا داء مستشري في المجتمعات، لا يجي الخلاص من إلا زي ما شاء الله فقرتنا اليوم فقرة جميلة، يعني تعطي الحاقد أو الكائد أن هذا يا أخي ترى سلوك مشين خاطئ، يجب أن تعدل إلى المسار الصحيح، أن ترضى بما قسم الله لك، وأن تدع المخلوقين بما رزقهم. وهذا هدفنا الصراحة من الفقرة، إنه اليوم أنت مجرد ما أنك تثقف وتوعي، هذا جزء كبير إنك طبعا من أمن العقوبة سهلة. شكله هذا من الكيد، هذا الظاهر من الكيد وازعلوا علينا واحد شكله. طيب خليني أسألك اليوم يعني بشكل سريع كذا، لكل شخص يعني يقول إنه لا مو لازم اني انا امشي على كلام ان داري امورك بالكتمان او لا تتكلم كثير، يقول لك خلاص انا مآمن باللي الله كاتب لي اياه، وما ان شاء الله ما حيصير لي شيء ولا حيجيني كيد، لان الله اللي كاتب هذا الشيء. فايش تقول؟ شوف، الله كاتب مقدر كل شيء، ونعم بالله، مقدر جميع ولذلك في بدايه تكلمت معك، الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعند ناقته واراد ان ينيخها، قال: يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ يعني هل أعقلها وربط يديها ورجليها ولا أتوكل على الله؟ قال: بل أعقلها وتوكل. فهذه لأنه الحفاظ عليها من قدر الله، صحيح، وسرقتها من قبل الآخرين من قدر الله. فالإنسان يحاول، لكن دائما ومتعارف عليه أن المقول المشهور: كل ذي نعمة محسود. فيجب أن يعني نخفي نعم الله إلا الأشياء اللي يجب أن نشكرها. عندما يسألك إنسان عن وضعك والله الحمد لله بخير ونعمة، ما تقول لا والله تتشكى حتى ما، لا، لأن هذا شكر وحمد ضروري. وأما بنعمة ربك فحدث. فعلا يعني ألف عافية. فعلا يعني موضوع جدا جميل صراحة، وختامها كان مسك. اليوم كان معنا الأخصائي الاجتماعي الأستاذ حمد الضويان، وضح لنا نقاط جدا مهمة، وموضوع كيد الرجال اللي دائما نسمع عنه كيد النساء، لكن الكيد هو للجميع. أسأل الله أن يبعدنا ويبعد كل من يسمعنا حول هذا الكيد. طبعا آمنة، الموضوع صراحة مواضيعنا اليوم حلو، أنا جدا. وها طبعا أن يعني فائدة صباح السعودية نعطيكم كذا معلومات، الوعي أيضا بأمور كثيرة. فاللي حاب يرجع من جديد أكيد عن طريق المنصات لقناة الأولى، وأيضا ما ننسى صباح السعودية على تويتر، شاركونا فيه وشوفوا بعد بقية فقراتنا. يعطيكم ألف عافية على تواجدكم معنا خلال هذه الساعتين أو بعض الفقرات اللي لحق علينا، ودمتم على ألف خير. إن شاء الله بإذن الله نشوفكم بكرة في نفس الوقت.